شي انا نقول لك واحد الحاجه هذه على القاسم الانتخابي. انا اول تجربه ديالي انتخابيه ونزلت من الفيسبوك، انا ولد القصار الكبير، فهمتي؟ ولد القصار الكبير، ولد القصار الكبير كيعرفوا كلشي كيعرفه، خلوق ترابي زياده، قرون قرون قرون. واخ هاد القضيه ديال القاسم الانتخابي، انا لا قلت الحمد لله القاسم الانتخابي، انا جيت تجربه بفلوسي، صحابي عاونوني. راه الكارثه العظمى، راه هو خصو يحمد الله. هذاك محمد السيمو خصو يحمد الله ويشكرو اننا في 2023 وما درناش، ومازال المشرع المغربي والمشرع المغربي ما دارش تثقيف تعليمي. واحد ما قاريش جايب شهاده ابتدائيه في 2002 من العرباوه، ولا برلماني ورئيس جماعه، كيسير مهندسين، كيسير اطباء، كيسير الدراري اللي عندهم الدكتوراه، كيسير الدراري، كيسير المشاريع بالملايير. احمد الله ويشكروه، ما كايناش تسقيف. يحمد الله ويشكروه، ما كايناش تسقيف. اما انا ادعو الدوله، ادعو المشرع، ادعو عقلاء هذا المغرب. واش رئيس جامع شي برلماني نقدر نقول له يمشي. اما قضيه ديال واحد ما قاريش، امي جاهل، ما كيفهمش، شهاده ابتدائيه من عرباوه في 2002 ولا فوقاش، تعطيه رئيس جماعه يسير مهندس، يسير طوبوغراف، يسير صفقات، يفتح اظرفه، يدير برنامج عمل الجماعه. احمد الله. كاين هاد السلطه هادي، احمد الله ويشكروه. كما هو كيقول الله يلعن بو القاسم الانتخابي اللي جابكم. وانا كنقول ما كنعجبنيش السبه، لان المستوى ديالي راقي وقاري ومخلق، ما جرنيش الطريقه ديالو الاسلوب ديالو الرديء. كنقول على انه هاد الفجوه كيستغلوها هاد النوع اللي جارين المغرب الى الوراء، المتخلفين الاميين اللي جارين المغرب الى الوراء، اللي ما عندهمش رؤيه. هاد الموالين السنطيحه اللي ما عندهمش الحد الادنى من الفهم، ما عندهمش الحد الادنى المعرفي. كتجبروا رئيس جماعه، رئيس جماعه. هذا خصكم تخمموا بهذه الطريقه. المهم نبداو ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صراحه هذا اللايف هو جا قررت اليوم، انا ما كنتش غنجاوبو، ولكن محتاجين على اننا نشرحوا بزاف ديال الاشياء، نوضحوا للساكنه بزاف ديال الاشياء، باعتباري ممثل ديال الساكنه، باعتباري ممثل ديال الساكنه وعضو جماعي ومهتم بالشأن المحلي، وكنعرف بزاف ديال الحاجات ما كيعرفهاش هذاك اللي رئيس الجامعه ما كيعرفهاش. هاد الخرجه ديالو د البارح ومزروبه، لبس عليها كومبلي وكرافاطا، جا دابا يصور. علاش خرجتي كتصور؟ علاش؟ مده طويله ما خرجتيش، ولكن من بعد اللقاء اللي درناه انا وياك عند المهداوي ضرب فيك الفقد، عقتي على انك بانتي للمغرب والراي العام انك دون المستوى، انك كتخربق، انه انسان ما عرفتش من عيطوا المهداوي واش كان كيلعب الكرطه في الجبال، وما عرفتي شنو كيفاش رئيس في يدو قنبله شده في يدو من 13 ديال الهبه، قنبله. شوف بلا ما يدوخكم وهذيك الغباق
راه دايزه، راه والله ما يصوروا شي حاجه مني، انا نجيب لك الوراق. هضره خاويه، هضره خاويه، بشدود من جوج الودنين معلق في السماء، بجوج الودنين معلق. وهاد المساله ديال الخرجه هو عاق. تخيل انه رئيس الجماعه في يدك قنبله شاده موقوته تطرطق في اي لحظه، وانت ما عندكش لي زيلمون دو ريبونس، ما عندكش عناصر الجواب، ما عارفش كيفاش دير تقنع، ما عارفش انك دير شي حاجه. انا براسك انا نعطيك الجواب اللي يخرجك. انا شي كتقول المعارضه خصها تكون بناءه، انا نعطيك الجواب باش ها الجواب ديالك بسيط. القصر الكبير كامل، العماله، الداخليه، الخارجيه، وزاره الدفاع، العالم، البرلمان عارفينك انك اغتصبتي الهبه. عندك حل واحد اخلاقي، هو خرج اعتذار، وخرج قول الحقيقه الهبه على من تفرقات، وقول لي زورديناتور فين تفرقوا، وقول المكان اللي غير صالح فين يتحطوا فيه الماتريال واللي تفرع فيه الماتريال مخلط مع الزليج، وتخرج تعتذر وقول هذا خطأ كبير ارتكبت في حق الساكنة وضعفاء الساكنة وفقراء الساكنة ومرضى الساكنة. عندك شي واحد كسحب شنو نقول لك، هذيك 24 عضو اللي عندك 23 عضو، وبربي الذي جل جلاله عارفينك متورط في الهبه من اخماسك الى ما عرفتش من ديك اللغه بشكل، يعني بلا ما يبقى تزيد تخربق، يعني بلا سلم امرك لله وادعو الله انه يغفر لك. راه بزاف د المرضى في تلك الفتره ديال الماموغراف لي فام بالاخص النساء اللي كان عندهم مشاكل ديال الكشف المبكر واللي مرضوا دابا بالكونسير انت سببهم. بزاف الناس كانوا محتاجين تحاليل انت سببهم. وبالتالي هاد الخرجه هادي زادت اكدت على انك مهزوز، على انك تعيش مشاكل كبيره، على انك ما قدرش تساير الملفات اللي كتجبدها من المعارضه. هنا باش انني حيت انه هاد الخرجه ديالك راه صعيب تجيب شي واحد ويرتب الافكار معاك. راه بحالاش راه انت رموك ديال القرابه وكتكب، تخلط الصفقات مع السبند العالمي، جابد الرئيس السابق، القاعه المغطاه مخشي ركام، وبالتالي صعيب. بديت كنقطع الفيديو شويه شويه قلت تخربيق، ما معروفش الراس التدخل ديالك الخرجه ديالك ما معروفاش، ما عندكش تسلسل الافكار، ما عندكش افكار واضحه، ما عندكش ان طابلو دبوغ كتخرج به للناس باش تقنع به الناس. عندك ركام 6 المليار هنا، 2 المليار هنا، 3 المليار هنا، المشككون، المشككات، والله لا طفرته، الكليه، الجامعه، ركام وصعيب تخرج تجاوب معاه. لانه الى درجه واحد اللحظه كنت غير لايف، لانني احس على انني اهين نفسي امام واحد الشخص ما عندوش الحد الادنى ديال الفهم، ما عندوش خطاب سياسي، ما عندوش خطاب معرفي واضح، افكار، ما عندوش رؤيه، عنده ركام وكامل مؤسس على التدليس وعلى السنطيحه وعلى الكذب على الناس واتهامات للناس وهذيك اللعبه. وهما انا عارف شنو الواقع، ملي كيسالي كينضو اعطيتيهم فرعتيه، راه فرعتيه راسك. الصوره اللي قدمتيها غير اخلاقيه، كتخرج تسب الناس، كتخرج تسب الناس، كتخرج تأذي. ونقول لكم واحد الحاجه، بزاف الناس الدراري كنقول لهم الدراري اصدقائي ومتتبعين ديالها، واش انا ما شفتلوش البارح، انا ما شفتلوش هاد الزبل ديالو، الخرجه ديالو ما شنو نقول لكم، انا ما كنقدرش تصنت له، يزعجني صوته، يزعجني صوته، يؤذي صوته، صوته فيه واحد ما عرفتش كي نسميها، صراحه ما كنقدرش نسمع له. واش غنسمع له؟ وراه نعطيه نخرج له لايفات من هنا 2000 سنه ودي يهضر، انا عارف واش يقول. السيد ما عندوش مع المواضيع، السيد ما عندوش مع المدينه، مع الافكار، مع الحلول، مع الشباب، مع المشاكل اللي كتعيشها المدينه. السيد عنده فقط من تزير به الوقت يخرج يسب عباد الله، وسب مع راس تشبع ومرتاح. انا وانا بحالك الا ما سبونيش
غادي نقول هذاك النادي اللي كنتناكف معاه لانني كنمارس عليه معاه المعارضه، انه ولا واعي. هذاك تهديد ليا. اما المستوى ديالك ديال السب والشتم، نقول لكم واحد الحاجه وبرب الرحمن، انا ماشي من عادتي كنحلف، وبرب الرحمن ورب الذي جل جلاله، كيسبني انا بوحدي، راه كيسب كل شيء، كيسب. كاين اعضاء تما معاه في الاغلبيه ونواب ديالو ما يقول عنهم في المقاهي غير ما يمكنش توصل له العقال. راه شي وحدين كيقول لك راه عطاه، راك عطي ليماك انت. اصلا هذيك الشخصيه ديالو تكونت بالسب والشتم والاتهامات والضرب في الاعراض. شحال من راجل تهموا بشي اشياء اخرى، رجال بصلاغمهم تهموا، سياسيين بصلاغهم ورجال ويشهد لهم التاريخ يتهموهم في اعراضهم. هو هكاك، هذا هو ديدانو، هذه هي الفصاله ديالو، هذا هي العقليه ديالو، ما عندوش شي حاجه اخرى. انت كتقول له الهيبه مغتصب الهيبه ويقول لك انت سكيري. اي واخا ماشي مشكل، فين هي الهيبه؟ شنو درتي في الهيبه؟ فين هو القانون؟ لا جيب لك الوراق. شمن الوراق عند لالاك؟ شمن الوراق عندك؟ شمن الوراق غتمشي؟ واتحداك تمشي عند المهنه، والله الا بغيتك تمشي اتحداك. كل راجل وجبت الورقه، انا عندي ورقه عطاوها لي فرنسا قالوا لي غير مستعمله وغير صالحه وفرنسا منعها وصيفط لهم رساله ديال الشكر باسم المجلس واعضاء المجلس الذي لا يعلمون شيئا عن الهبه. اقسم لك يمينا الا كيصب عضو وما باغيش نقول واحد المساله دابا دايره احد الاعضاء، ما باغيش نسمي لان انا عندي الاحترام لكل الاعضاء. بزاف تما الناس كيدخلوا راسهم في الصداع، انا ما عنديش عداوه مع شي واحد، انا كنهضر في مواضيع تهم الساكنه. كاين عضو دابا بهدلو، لا بغا يجيب الشكيوك، الا بغا خصو هادي، بهدلو وما عارفش هو. كاين نائب ديالو شرشمو بهدلو. هو زعما العالمي تا خرج راه ما عنده ما يقول. العالمي خصو يسب العالمي عادي جدا. الدراري الاخوان بزاف دري عيطوا لي صحابي قرابين، اياكم وتسبوه، خليه هو يسبنا، خليه هو يتهمنا. حنا كنخدموا بالملفات، كنخدموا بالدواسه، كنخدموا بالوثائق، حنا كنهضروا على المدينه، كنهضروا على المشترك، كنهضروا على بزاف الاشياء. المهم باش ما نغرقوش في هذا الشيء كامل، انا نمشي لواحد جزء بسيط عنده في ملي كنرتب الافكار ديالي. رانا قاري، ما عطيني شي مدير المصالح ولا كاتب المجلس عطيني شي ورقه متنيه على 4. انا كاين بعض النقاط نهضر عليهم، عاد ندوز في الاخر الى اشياء اللي بوتيتر تما خربقه. السيد كيهضر في الاول على مغاربه العالم بمناسبه اليوم الوطني للمهاجر، كيشكرهم والوطنيه. واش عارف بانه السر الرئيس ان هاد المغاربه العالم من سمعوا الملف ديال الهبه اللي مصيفطينها مغاربه العالم، كتعرف كيفاش كيشوفوا فيك، كتعرف باش كيحسوا، كيعرف باش ان هذاك المواطن المغربي اللي هاجر واللي انت كتقول لهم في اللايف في التسجيل ديالك مرحبا بكم في بلدكم الثاني، هذا بلدهم الثاني، هذا بلدهم الام. هذا بلدهم الام. هاد المغاربه العالم انت اللي باغي تلاقاهم وتحتفل بهم، حيت صفري هي اوامر ديال الدوله على ان كل مجلس كل عماله تستقبل مغاربه العالم ديال المدينه اللي هما فيها ولا العمل اللي فيها. انت شنو داير هاد المغاربه العالم؟ عارف خرجت اسبانيا شحال الوعد وعدتيهم؟ عارف المشاكل اللي حليتي لهم غير فمك، غير بالوعود؟
عارف انه الوضعيه د مدينه القصر الكبير لا تسر اي مغربي مهاجر. عارف ان هذوك المغاربه المهاجرين كيجيو مدينه القصر الكبير كيجيو على والديهم وعلى العائلات ديالهم وعلى الاصدقاء ديالهم ولا نوستالجي والطفوله ديالهم هي اللي كتجيبهم. خارج البارح كتقول المناطق الخضراء، انت عندك مناطق خضراء ما عندكش سد المترو متر كاري صحيحه د الغازون، سد المتر كاري د الغازون صحيحه ما عندكش. ما كايناش اللي في المناطق الخضراء قدك في مدينه القصر الكبير. تخرج تبقى تكذب على الناس، انا عندي المناطق الخضراء. فين هاد المناطق الخضراء عندك؟ عندك حتى شي مناطق خضراء؟ تقول لي طريق العريش مناطق خضراء بالنجم، تقول لي الطريق ديال طنجة تبقى تدوخ الناس طريق طنجة حدا لاكار هذيك منطقه خضراء هذيك اللي درتي حدا المحكمه منطقه خضراء. واش عارف شنو هي المنطقه الخضراء؟ واش ما علمك حتى شي واحد شنو هو منطقه خضراء؟ هاد المتنفسات اللي كتهضر عليهم المغاربه العالم اش كيجيو القصر الكبير؟ مغاربه العالم كاملين كيمشيو يخسروا الفلوس في الليل في العرايش وفي طنجه بعائلتهم كيمشيو يتعشاو تما. شنو درتي لهم في القصر الكبير؟ اجي تلاقى ديهم انت المسبح ديال المسبح اللي كتسميه البلدي، المسبح ديال قصر المحله، تجيب لهم الغناء والشطيح والرديح والحلوى وكاس اتاي ونحتفل باليوم المهاجر. هكذا نحتفل بالمهاجر؟ هذا ما يمكن ان نقدمه للمهاجر؟ الناس اللي كتحتفل بالمهاجر كدير واحد النهار وكتبين الانجازات الحقيقيه اللي كدار الاباء وامهات واخوان المهاجرين اللي كاينه برا. اش درتي لهاد المدينه؟ غتجي تدوخني بالصفقات 6 المليار 7 المليار 8 المليار 9 المليار. انا دابا غادي نهبط لك دابا انا غادي نهبط لك الصفقات امام الملأ، وهذيك 6 المليار و7 المليار و2 المليار اللي في هذه الخرجه الاخيره وريهم لنا فين هما كاينين. دابا انت هاد المهاجرين ما عارفينش ان مهاجرين وحدين اخرين خنتي الامانه ديالهم في الهبه. ما عارفينهاش عارفينها صاحبي. انت كتحترم المهاجر انت. النقطه الثانيه هو نقز على مشى المشكل اللي كاين عنده في ولاد حميد. هذا المشكل اللي عنده في ولاد حميد ديال مع لا سوسيتي اليباغا. هذه القضيه ديال اليباغا وهذه القضيه ديال المشاكل اللي كاينه في ولاد حميد في الطرقان. دابا هو كل مره كيتلاقى ولاد حميد، انا غدا يتحل لكم المشكل، انا غدا ما عندكمش مشكل. السوسيتي هي تجي الاثنين، هذه الاثنين قال شي 6 المرات، الاثنين عندنا اجتماع معاهم، الثلاث عندنا اجتماع معاهم. وجا هنا قال لك حنا صافي حنا مزيرين هاد الشركه واحد شويه وحنا ما نديروا الفسخ ولا ندخلوا معاه للمحكمه. وحنا غادي نعالجوا راسنا وما نبقاوش نعطيو لاي سوسيتي، غادي نديروا مقاولات اللي هي معقوله واللي هي صحيحه واللي عندها امكانيات باش تكمل. هادو ما عندهمش الامكانيات باش يكملوا مع لاسباب ما واش هذيك اسباب ما راك انت عارفها كامله. واش هذيك اسباب ما علاش ما كيقدروش لي سوسيتي بالقصر الكبير. ونعطيك واحد الحاجه، انا كثير اللقاءات مع المقاولات اصدقاء ديالي مهندسين معماريين. القصر الكبير في عهدك كاين اجماع عند المقاولات، اجماع عند البيرو ديتود، اجماع عند لي لابو، اجماع عند لي زاركتيكت. مقبره ديال المقاولات في عهدك جماعه القصر الكبير اصبحت مقبره المقاولات، وانت تعلم لماذا. تعرف والجوده الاشغال انت عارفه فين مشات، والمشاكل اللي واقع لي زونتربريز من الانتخابات لدابا انت عارف علاش، وانت عارف المسؤوليه ضمن هاد اليباغا. انت تجي تدوخنا اما يجي للفسخ. شحال خصك من سنه ما قديتيش تفسخ معاه؟ علاش ما قديتيش تفسخ معاه؟ علاش ما فسختوش معاه؟ شحال من عام هو واقف؟ يا ما قراوكش القانون، ما فاهمش السباق شنو فيه. واش كاينه شي فورس ماجور اللي موقفه لي طرافو؟ لا. واش كاينه شي عائق تقني خصو يتصلح باش نوقفوا لي طرافو؟ لا.
كيفاش نتوما عطينا اور داغي؟ علاش ما قديتوش ديروا معاه ريزيلياسيون الاميابل؟ علاش ما تفورسيوش على ريزيلياسيون؟ علاش ما قديتيش جلسوا كتسناو شي حل يجي؟ علاش هاد اديباكا ما قديتوش تزولوا معاه؟ واش هو كيحكم؟ لا هو لي كاين القانون، وكاين القانون، وانت ما تقادش دير معاه الريزيلياسيون. انت خصك شي حل، خصك شي حل معاه. وشكون اللي الضحيه ديال هادشي؟ حيت الاشغال ديال شوف انت المشاكل ديالك كتبدا ابتداء من فتح الاظريفه وطريقه فتح الاظريفه وفي نظام الاستشاره وفي التخربيق اللي كيوقع. كنجيو للاشغال كيولي التخربيق والتخرميز والتخرميز والنتائج ديالهم باينه. واتحداك تعطينا شي مشروع بديتيه مزيان وكملتيه مزيان وما فيه شي مشاكل. اتحداك شو التحدي بالرجال؟ اتحداك شي مشروع بدا مزيان وكمل مزيان. واتحداك هذيك 47 مليار ديال التأهيل الحضاري كيفاش دارت؟ واش بنت على القصر الكبير؟ واش غيرت الوجه البائس ديال المدينه على هذيك؟ والنبق اللي غادي المدينه تبدل في هذاك. هاد القضيه اللي كتقول لهم اننا من دابا الفوق غنصدقوا الامر وغادي يجيبوا مقاولات اللي قاده ومقاولات. واش من نيتك؟ واش لهذه الدرجه تجهل القانون؟ هتجيبوا انت هتجيب مقاولات واش قاده ولا لا؟ نظام الاستشاره اللي كيدار كيفرضوا القانون وكاينه في السي بي اس واضح والشروط ديالو الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز اون فونكسيون ديال المبلغ ديال الصفقه. راه كاين نظام الاستشاره، راه ماشي انت اللي تجيب. اش كتجيب انت؟ نتوما راه جبتوا اللي جبتوا. راه نظام الاستشاره هو من يحدد الشركه اللي ديه. راه الكلاسيفيكاسيون يعني الشهاده ديال الكلاسيفيكاسيون ديال ما عرفتش بالعربيه شنو هي الشركات، هي اللي كتفرض نوعيه الشركه اللي ديرها ماشي انت. راه لوفيرتور دي بلي راه كاينه شروط اللي كتطبق وهي اللي كدير. لا من دابا الفوق غنجيبوا الشركات واش كتخربق هادشي؟ لا هاد الشركه هادي جبتوها هكاك، هاد الشركه اللي خدمت المقاعه المغطاه ديال التدريب جاتي هكاك وبلعات جاتي هكاك ما جاتش هكاك. وهذاك الدوسي ديال القاعه المغطاه راه كاينه في صراعي الاموال، راه كاينه مشكل كبير في فتح الاظرفه، راه كاينه كارثه على مستوى نظام الاستشاره. راه فيه تحطوا لي بلي واحد ب 34 مليون قل منه. وفي نظام الاستشاره مديوره الميو ديزون ثم طبقتوا الموان ديزون ضدا على القانون ضد الاستشاره وداها واحد اخر زايد ب 34 مليون على اللي موراه. وعجلتوه نتوما وها قاعة المغطاس من 2016. ها نتوما مازال يلاه ساليتو الريزيلياسيون مع السيد بضغوطات، يلاه لونسيتو المارشي باش تكملوا لي طرافو وما عندكمش الفلوس ديالها. تبقاو تحك فلوس ديال المارشي ديال 200 ولا 300 مليون كيتصاوب في 15 يوم، بقيتو فيه 6 سنين. وكنقول لك نهار اللي لونسيتي القاعة المغطاة للتدريب في العمر ديالي 45، انا 51 دابا. نظام الاستشاره لا غادي نجيب. واش غتجيب انت؟ اش غتجيب؟ اش غادي تجيب؟ كاينه مساله واحده اخرى اللي بغينا انا واحد الطرق والمارشيه تنخليها هي الاخرى. انا راه جمعتي بعض النقاط اللي غادي نركز عليها معاه ومن بعد غادي نجي له هذيك الريكلام ديالو غنزيد نحيلو. جا اصحاب الشاحنات والحافلات والنقل المدرسي والعربات المجروره يترجاهم والله يرحم لكم الوالدين وخرجوا من المدينه وبعدوا من المدينه، بعدوا شويه ليه وما تستاسيوناش في الشارع. الرئيس كيرغب. شكون كيرغب؟ صحاب الشاحنات حافلات النقل المدرسي العربات المجروره. دابا شكون المسؤول في المدينه على التشوير؟ شكون اللي مسؤول في المدينه على السير والجولان؟ شحال مقرر دوزنا ديال السير الجولان؟ فرعتي لنا الراس ديالنا. تحيين المحيين ديال 1996
السير والجولان، التشوير البلايك. انت من ما قدرش، ما عندكش القدره انك تمنع الوقوف د الحافلات في طريق الرباط، وتمنع الكاميونات يوقفوا في طريق الرباط. مع العلم ما كنعطيكش الحق. شكون هذا اللي غادي يجي يمنعهم؟ كتسنى البوليس؟ البوليس كيخدموا بالقانون. ممنوع هنا ممنوع هنا. انت اللي مسؤول على تطبيق القانون، انت اللي مسؤول على تنزيل المقررات الجماعيه ديال السير والجوال، انت اللي كلشي وزايدون. انت ملي كتجي عند مول الشاحنه تقول له خرج برا، مول الشاحنه جاي جوج مع جوج ديال الصباح غادي يحط حدا من السكر ويجي على رجلوه. النقل المدرسي موالين المدارس من يجيو داك الشيافار اللي خدامين مع نقل المدارس غادي يشدوا هذيك الطوموبيلات ويديوهم مور حدا المعمل ديال الصباط، يحطوهم تما في الخلا ويجيو على رجلهم. ياك الشريف، ملي كتبغي شي قرار يكون عندك شي قرار تحترم كتخرجوه، ولا بغيتي المواطن يحترم لك القرارات ديالك راه خصك دير البدائل، خصك دير الاماكن ديال الباركينغ، خصك فين توقف الناس، خصك فين تخلق منطقه في تجميع فيها السيارات اللي هي كبيره، الشاحنات الكاميونات. ما عندك والو، انت ما قادرش دير بدائل، ما قادر والو، ما قادر دير والو، ما قادرش، ما عندكش. جوج ديال المشاريع دوزناهم في الاخر ديال العام اللي فات ونذكرك بهم، الباركينغات اللي بين السكه وقهوه ديال الداخله، هي فين هما؟ كنقول لكم راه ما يتحققش. لا نديرو فين هما؟ فين هما؟ انت ما قادرش، ما عندكش شي فكره، وخدام كيكذب على الساكنه. مالي الطعام مالي الكاميونات، الله يرحم الوالدين واخرج لنا برا. الله، واش هذا رئيس؟ هذا واش كتضحك على الناس؟ تجي وتخرج الكاميونات برا، فين يمشيو؟ ملي كتقول لبنادم خروج ودير له البديل، دير له اماكن ديال ستاسيونمون، دير له اماكن فين يوقفوا، دير التصوير ديالك ومنع هنا السير والجوال، المقررات تنزل الواقع، ولكن خلق لهاد الناس بدائل. ولكن انت ما قادر دير التصوير صحيح، ما قادر تنزل المقررات ديال السير والجولان، وما عندكش فكره بدائل لهذوك الناس. ونفس الشيء بالنسبه للكرارس. وطلق لنا السواق اصاحبي، طلق لنا السواق، وما تكذبش على الناس السواق تقول له ما بقي الا القليل. وعلاش كتكذب؟ وعلاش كتكذب؟ وانا كنعطيها بالادله بالدليل والحجه. مارشي، جوج المارشيات، المارشي 13 2023 سيكاكا، والمارشي 12 2023 سيكاكا، طرافو داميناجمون سوق رحبة اللبن، والثاني طرافو داميناجمون دو سوق الزواق. عاد جبتي الفلوس ديال وزارة التجارة عاد لي طرا، وما تفتح لوفارتور دي بلي فوقاش تال 28 اوت في الاخر دات الشهر. فوقاش فتح المارشي، يقدر يتاجل المارشي، يقدر البريستاتير ما يجيوش ويتاجل مره اخرى، وعاد يمكن يداروا يطراو وتقول لهم غدا بعدو انتهى السوق مرحبا اللبن والزواق، وانت مازال كتخرمز تما باش ما يقولوش الناس هادشي ماشي هو هذاك. عندك كتسحب لهم نفتري على الناس. ها البيسي اون فاس ليا، وسنوريوه لعباد الله ويشوفوا بعينهم اننا هذاك اللي كيقول لكم الاسواق يتفتحوا غدا لم يبقى الا القليل، ومارشي مازال ما تفتحش، و 28 شهر 7 شهر 8 28 اوت. يعني ملي كتجبر هذاك الشيء واقف ديال المارشيات راه كيتسناو هذوك الفلوس ديال وزاره التجاره، واحد 4 مليون درهم. خصها ضروري تفتح ديبلين، لان ما تجيش وزاره التجاره وتجي تعطيهم الفلوس. بقاو معنا الله يخليكم.
صبروا معنا واحد شويه واش نعطيو بالدليل. شوف، اكره مخلوقات عندي هما الكذابه، اكره مخلوقات هما الكذابه. كذب على شي حاجه ديالو شغلو هذاك، اما على مصير الناس ولقمه العيش ديال الناس خطير هذاك الشيء بزاف. شويه الصبر الاخوان، ما تزربوش ما تزربوش ما تزربوش. يا الله، شوف الوثيقة ماشي الكذوب، الوثيقة كتبقى تخرج على الناس تكذب عليهم. الحمد لله الوثيقة كاينة. Radiation, radiation, et je suis prêt. Voilà. هما الإخوان، ها المارشيات. المارشي الأولاني هو هذا، عنده ترافو داميناجمون دو لا كونستركسيون دو لا فوا ديال الطرقان، أنا غنشرحو لكم. وكاين ها هو ترافو، ها فين حط يدي هنايا، ترافو داميناجمون سوق الزواق، ترافو داميناجمون سوق رحبة اللبن على فيل دو قصر الكبير، لاشتور بوبليك كومون اوربان قصر الكبير. لوفيرتور ديال المارشي 24/8/2023 مع الوحدة ديال النهار. والتحتي ديالها نفس المارشي عاوتاني لاميناجمون ديال السوق السوق الزواق غادي تفتح مع 11 د النهار، نهار 24 شهر 8. وفين هو هاد المارشيات عندك مسالي نتايا؟ واننا غادي الباعة الجائلين في هاد اليومين غادي يدخلوا فين يدخلوا؟ هو المارشي ما يتفتح حتى لاخر الشهر. المارشي يعني المارشي ولوغ دو كومونسمون وبزاف ديال الحاجات خصهم تحطوا تما. فين يا ما عرفتكش علاش كتكذب؟ علاش كتكذب على الباعة الجائلين مساكن؟ انا ما كنهضرش على الجمعيات، انا كنهضر على مول لقمة العيش، طرف الخبز ديالهم. الاسواق يتفتحوا باغي تخرج الكرارس طبيعيه، حاضرين في الواقع بطريقه طبيعيه، ما كيقدر حتى شي واحد يزولهم، لانه الفوضى ديالك تفرض على المدينه تزادوا فيها الكرارس
والكرارس غادي يتزادوا لانك انت تتلاعب بالاسواق ديال القرب، انت كضرب السلم الاجتماعي ديال المدينه، انت كتظن عندك واحد 5 ديال الجمعيات تتحكم فيها في اعناق الضعفاء والباعة البوبريين والدراوش اللي بوبريين كيفتشوا على طرف الخبز. انت المسؤول داخل المدينه كتصدر على الكرارس، انت المسؤول عن الفوضى والاحتلال البشع ديال المدينه. انت خصك تحشم من تلقى رئيس المحكمه ديال القضاء الاسره والمحامون والقضاة اللي تما محتلهم المحكمه ديال القضاء الاسره في نهار ديال العاشور و3 ايام بعد محتله